السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع مطبخ ام اسيه بمناسبه حلول راس السنه الجديد 2021 اللي كنتمنى يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي. اليوم جبت لكم لابيش او كيك رولي بشوكولا، كتجي لذيذه ورائعه وكنتمنى تجربوها. وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم اللي كتشجعني وكتخليني نقلب لكم على الجديد. خليكم معايا نشوفوا المقادير وكيفيه التحضير. نحتاجوا الكيك رولي او لابيش، غنحتاجوا لاجينواز 4 البيضات بحراره درجه المطبخ، 120 غرام ديال سنيده. هنا عندي الدقيق الابيض وكاكاو، عندي 80 غرام ديال الدقيق الابيض و20 غرام ديال الكاكاو وشويه الملح وشويه ديال الفاني ليكيد. غنبداو نطربوا البيض. بسم الله على بركه الله. بسم الله. نفقصوا البيض كله، كنزيدوا معاه سنيده، شويه الملح، وكنطلعوا البيض مزيان حتى يبيض. كنبقاو نخدموه مزيان حتى يبيض. كنبقى نخدم البيض حتى يبيض، ماشي كتلج ولكن كيبيض. كندير شويه ديال الفاني، احنا كملنا البيض في التطراب على هذا الشكل هذا. هانتوما غنبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، وغنزيدو الدقيق والكاكاو بشويه بشويه بعد ما نغلبهم على هذا الشكل. كنبقى نخلط بشويه بشويه من التحت والفوق. على هذا الشكل هذا باش يجيني القوام ديال لاجينواز مزيان وينجح معايا. نبقى على هذا الشكل حتى كنكملوا الدقيق اللي عندنا كله. كنبقى نخلط. كنبقى نخلط على هذا الشكل. حتى كنخلط الكميه كلها اللي عندي، كيتمازج ليا الدقيق مع البيض. بهذا الشكل هذا كنجيب اللاطه اللي غندير فيها لاجينواز. لاطه انا دهنتها بالزبده ودرت فيها بابي ديال الطبخ، ودرت هاد المول اللي عندي غادي نخوي فيها لاجينواز وندير على اللاطه اللي عندي كلها. هانتوما على هاد الشكل صوبناه على هاد الشكل. غادي ندخلو دابا الفران حنا مشعلينه على حراره درجه الحراره 180 من التحت ومن الفوق. غندخلوها لمده 12 دقيقه. الجينواز ديالنا طابت على هذا الشكل. هانتوما طابت، درتها في هذا الزيف هذا باش غنوليها ونخليها بهذا الشكل هذا. وغنخليها تبرد شويه، عاد نجي نسقيها وندير لها لاموس اللي غادي ترافق. لاموس ديالنا 200 غرام ديال الشكلاط من نوعيه جيده يكون غالب فيه الكاكاو، 200 غرام ديال لاكريم،
وهنا 400 غرام ديال لا كريم غادي نطلعها بوحدها باش نخلطها مع هذا، وجوج ونص دقيقات ديال الجيلاتين غنديرهم في الماء على هذا الشكل. غناخذوا كاسرول غنديروا فيها لا كريم، 200 غرام ديال لا كريم نديروها فوق البوطه تسخن. ملي غلا لينا لا كريم غنزيد معاه الشوكولا وغنبقى نحرك تيذوب لينا الشوكولات. بهذا الشكل هذا هانتوما الشوكولا كلها دابت. هانتوما على هذا الشكل ها هو لينا الشوكولات كله. غناخدو هاد الوريقات ديال الجيلاتين غنعصرو مزيان من الماء وغنديرو نبقاو نحركو حتى يتخدم لينا كلشي. ها هو دابا ها وجد لينا هذا موس وجدات، غنخليوه على جنب وغناخدو باش نطلعو لا كريم. غناخدو واحد البول اللي هي تكون بارده والباطور تا هو بارد، نخوي فيها هاد لا كريم غندير لا كريم مسوسه غنزيد عليها شويه ديال السكر طلعنا. غنبداو نزيدو على نزيد هاد لا كريم على الشوكولا غنبقى نخلط حتى نكملو. هادشي ما تخافوش من الا جاتكم جاريه حيت دايره فيها الجيلاتين راه غتبرد وغتعقد. صوب السيرو درنا فيه الماء وسنيده ونسكافيه باش كنسقيوها بالشكل. هاد النسكافيه كتجي مع الكاكاو نص بزاف، ما غاديش نغلطو السمك ديالها، غير فين تكون لينا باش ما تطفقش لينا من الجوانب. وها هي ملي لويناها ودرنا فيها لا كريم ولويناها غنديروها في الثلاجه تبرد وعاد ندوزو باش نديرو الكلاصاج. وبالنسبه للكلاصاج اللامع عندي نص كاس ديال الماء و140 غرام ديال لا كريم وهنا 70 غرام ديال الكاكاو المر، انا مخلطاه البني الغامق والبني العادي، وهنا 3 ديال الورقات جيلاتين درتهم في الماء، وهنا 200 غرام ديال سنيده. غناخذوا الكاسرون غنديروا فيها الماء وسنيده وغنديروها فوق البوطه حتى كتغلى الكاسرون، وغناخذوا كاسرول وحده اخرى غنديروا فيها لا كريم وغنديروه حتى هو يغلى فوق البوطه.
من بعد ما غلى لينا الماء على هذا الشكل هانتوما كي دار الفقاعات غادي ندير كاكاو. كنخلطوا كاكاو مع الماء سنيده حتى كيتخلطوا لنا مزيان. كنزيدوا عليهم لاكريم هانتوما ملي زدنا الكريمه كنبقاو ثاني نقربوا فيهم مزيان، وغنزيدو داك الجيلاتين ديال الماء ونعصروهم مزيان بهذا الشكل، وغنزيدوهم نبقاو نخلطو. شوفوا الشكل ديالو كيجي لامع. ملي كملنا الفراخ غادي نغربلو ونصفيو هاد البلاصاج ديالنا من بعد ما برد ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش بارد بزاف، كيكون درجه على الاقل درجه الحراره 30. غادي نخوي فوق الكيك. كنعاود كنجمعو داك صافي كنديرو على هذا الشكل. وتزيين انا خديت هاد الشوكولا حبيبات ديال الشوكولات بيض واسود، وهنا الشوكولات على هذا الشكل. زين كيبقى اختياري على حسب الذوق، داكشي اللي توفر عندكم زينوا به. هذا هو الشكل النهائي ديال لابيش. وبالصحه والراحه، وكنتمنى يعجبكم. حنا وصلنا لنهايه الفيديو، حصلنا على هذا الشكل هذا، وكنتمنى يعجبكم. وبالصحه والراحه وشكرا.